السلام عليكم، انا انجي احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفيها انزلي تحت الفيديو هتلاقي كلمه اشتراك، دوسي عليها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل اشعارات بالفيديوهات الجديده. النهارده هعمل لكم البطاطا المشويه، بتدوب في البق دوبان ومزبده زي الزبده بالظبط ومكرمله وجميله جدا زي ما انتم شايفين كده. بطاطا مشويه زي عربيه الشارع ويمكن احسن وانضف واحلى كمان زي ما انتم شايفين، مزبده مكرمله جدا. يلا بينا نبدأ، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. اول حاجة معايا هي البطاطا، غسلها كويس جدا ومنضفاها كويس جدا بالفرشة بتاعتنا بتاعت الخضار، ومقطعة البوز من ناحيتين زي ما انتم شايفين كده، خليها نضيفة جدا وتنقعها في المية طبعا عشان بيبقى فيها طينة. هجيب بقى الصينية بتاعتي وكمان هجيب ورق الفويل. ورق الفويل بنلف بيه البطاطا بيسويها ويخليها مزبدة جدا مع البخار كمان اللي جواه، يعني لما بنقفل عليها. هفرده بقى كده الورقة بتاعتي فرخ كبير كده، وابتدي ارص البطاطا بتاعتي. حوالي يعني من 2.5 ل3 كيلو كده، انا جايباها كبيرة زي ما انتوا شايفين. نرصها بالشكل دوت. معايا ايه بقى؟ معايا نص كوبايه من السكر، وابتدي هرش عليها بالشكل دوت. هي دي بقى اللي بتكرمل لنا البطاطا بتاعتنا بالشكل ده. هبتدي بقى اقفل على البطاطا بالورق الفويل اللي احنا حطيناه الاولاني، هقفل عليها كويس جدا. انا مش عايزه لها اي حاجه تخش غير البخار. وهجيب ورقه كمان من الفويل وهبتدي اقفل عليها كلها بالشكل ده، هقفلها من كل الجناب. لو مش متوفر عندك ورق الفويل عادي ممكن كيس حراري اللي هو بتاع الفرن. هنقفل، بص انا بقفل ازاي، بقفلها كويس جدا عشان تستوي معايا في اسرع وقت وتبقى مزبده زي ما انتوا شفتوها. معايا بقى كوبايه من الميه هضيفها في قاع الصينيه كده، وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص او الرف الاوسط على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه. تطلع بقى معاكي مكرمله وجميله جدا. بصوا قد ايه الكرمل بتاعها، ده الكرمل طبعا بتاع السكر اللي نزل منها بالشكل ده. نفتح بقى، طبعا سخنه جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا حاجه وهم، حاجه كده تخليكي تاكليها كده على طول. سخنه جدا وكمان مكرمله ومش مستحمله، طريه جدا جدا، ويعني مش عايزه اقولك مزبده قد ايه. والكرمل بتاعها جميل جدا، مش قادره امسكها من السخونيه بتاعتها. بصوا الكرمل بتاعها، هو ده بقى البطاطا الصح، ان انت تجيبيها احلى وانضف من بتاعه الشارع كمان. تقطعيها بقى شرايح ومتثبته من جوه كده وجميله جدا، طريه جدا 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 زي ما انتوا شايفين. رهيبه 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 بجد، واحسن طبعا من العربيه اللي في الشارع. عملنا بطاطا مشويه جميله مكرمله ومزبده في البيت، ناعمه واخده شكل حلو جدا، لونها جميل تفتح النفس. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فيديو بسيط، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس. اشوفكم على خير.